خليكي معايا عشان تعرفي أشهر الأمراض الوراثية. لازم تعرفي إن الجينات بتلعب دور كبير في صحة الطفل، يعني ممكن يكون عنده حاجات وراثية وده مش عيب. ما تنسيش تعملي لايك وشير في سبيل نشر المعلومة المفيدة لكل أم. أيوة يا ماما، الجينات دي مش مجرد لون العينين والشعر، اللي في حاجات تاني كتير، وأشهرهم الأمراض الوراثية. تليف الكيس ده مرض وراثي في الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي، يعني لو ابنك عنده كحة مزمنة ومش قادر يتنفس لازم تروحي تكشفي على فقر الدم المنجلي. ده مرض اللي خلى كرات الدم الحمراء تغير شكلها وتخلي الدم ما بيوصلش للأنف، وعشان كده الولد ممكن يكون تعبان ومحتاج متابعة مستمرة. متلازمة داون، لو عندك طفل عنده متلازمة داون هتلاحظي ان في اختلاف في النمو الجسدي والعقلي، يعني بس ده مش معناه انه مش هيعيش حياة مليانة بالحب والفرح، بالعكس. بس ده مش مرض وراثي. مرض التوحد ده مرض مش بس وراثي، بس ليه علاقة بالجوانب البيئية والوراثية. لو في العيلة ممكن تلاحظي صعوبة في التواصل أو التفاعل الاجتماعي. لو عندك أي أسئلة عن الأمراض دي سيبيها لي في الكومنتات، وما تنسيش تعملي لايك وشير في سبيل نشر المعلومة المفيدة لكل أم.